المنافسة حاليا ازدادت أهميتها عما كانت عليه في البداية. لدينا أفضلية لأننا حققنا سلسلة جيدة حيث فزنا ب12 مباراة من 14، لكن بما أن مباريات كثيرة تنتظرنا فكل واحدة منها يمكن أن تكون فخا قد يؤخرنا. ريال مدريد وإن ارتبط اسمه العامين الماضيين بالدوري السعودي مع رحيل بنزيما ثم ناتشو، فإنه هذه المرة مستهدف في جوهرتيه البرازيليتين. فبعد فينيسيوس يبدو أن رودريغو هو الآخر في دائرة اهتمام الأندية السعودية، وأنشيلوتي كعادته يلتف حول السؤال بطريقته. ما أراه وما أسمعه أن هنالك الكثير من اللاعبين يحلمون باللعب في ريال مدريد في هذا الفريق وبهذا القميص، حتى إن هنالك بعض اللاعبين لم يخطروا ببال أحد. هناك أيضا مدربون يريدون المجيء إلى هنا. اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية برحيل النجوم إلى الدوري السعودي واستهداف نجوم الأندية حتى الكبرى منها جعلها تتساءل عن جدوى هذا الاهتمام، وأنشيلوتي يجيب بكثير من المنطق. كرة القدم كغيرها من النشاطات طالتها العولمة، وليس غريبا أن السعودية قادرة على تنظيم كأس العالم عام 2034، لأن كرة القدم ليست حكرا على أوروبا بل هي عالمية، وعليه لديهم كل الأحقية للقيام بما يرونه جيدا عبر الرياضة لإعطاء صورة جميلة للبلد. الفوز لا شيء غير الفوز.